انا تزوجت بواحد الراجل كبير. بحكم انا كنت مطلقه وجالسه مع خوتي في الدار. انتم عارفين مع عيله الخوت والمشاكل كبرت بزاف. بحال هكا خوتي بقاو كيقولوا لي ملي طلقتي ولات عندنا المشاكل، انتي خلقتي لنا مشاكل. كون بقيتي مع راجلك، المهم دائما كيردوا لي اللومه انا اللي ما مزياناش. واخا عيلاتهم زعما هما اللي كيجبدوا في الاول الصداع، ولكن شكون اللي كيتلام وشكون اللي كيسمع الهضره هي انا من عند خوتي. اي واحد من خويا كيقول لي وانتي شكون اللي قال لك طلقيك وجلستي بكرامتك في دارك كودرتي؟ صراحه انا ما بقيتش كنبغي نقيل في الدار، وليت كنمشي كنخدم في الديور، كنجلس واحد البلاصه بحال الموقف. تصوروا انا عندي يلاه 28 وانا كنجلس في الموقف. واحد النهار بقى كيديني واحد الراجل كبير كنمشي نقضي ليه الشغل. المهم كنخمم ليه الصالون، كنخمم ليه بيت النعاس، بحال هكا كنفرك له الدار كامله وغسل له الشراجم ونتهلا له في الدار مزيان، وحتى هو كان كيخلصني وكيعطيني واحد الثمن معقول. اليوم غدا صراحه انا ولا داك الراجل بحال والفني. قال لي واش كتعرفي تخدمي في الكوزينه؟ قلت له كنعرف نطيب جميع الطياب، وفعلا انا الحمد لله يعني فايته عندي ديبلوم ديال الطياب. المهم بقيت كنطيب له هكا. نتوما عارفين اي راجل الا كان ممزوج وشي مراه كانت كطيب له يعني الطياب في الدار راه كيعجبو الحال بزاف. المهم بقيت كنطيب ليه، كندير له هكا المرقه، كندير له كسكسو، كندير له الرفيسه الحريره، وكان ديك الساعه البرد بزاف. كنصاوب له الصباح البغرير. مع كنمشي عنده الصباح بكري نخدم. كنخبز الخبز ديال الزرع، الخبز ديال الدار، كندير الخبز ديال الشعير، اي حاجه كيقول لك تعرفي ديريها كنديرها. المهم عجبته بزاف وداك السيد ارتاح ليا. واحد النهار قال لي واش تقبلي زعما تقبلي تزوجي بيا؟ قلت له نتزوج بك علاش لا. انا صافي ما كدوش عليكم عييت بديك العيشه مع خوتي، كنت كنمشي عا كنبات في الدار والصباح كنجي نخدم عنده. قال لي صافي دابا راجلي اصلا عنده واحد صاحبو عزيز عليه، وهذاك صاحبو انا اللي كنت كنقي واحد الجريده حدا الباب. المهم ملي شاف راسو تزوجني وهادي قال زعما ما يبقاش يضربني سمره بزاف. قال لي انا نجيب صاحبي يبقى يعاونك. قلت له واخا. قلت له فيه يعاونني؟ ما يدخلش عندي للدار، يخدم في الجرده. هذاك الشيء اللي وقع. بقى كيخدم في الجرده دائما كينقيها وكيقادها. هو مازال شاب يعني مازال عنده 24 وانا عندي 28. بقى كيعاونني دائما على ديك الجرده كينقيها. كيقول لي راجلي بحال هكا بقيت تخرجي ليه القهوه بحال هكا عطيه ياكل بحال كيدير كاسكروط. مره الا جا في وقت الغدا كنعطيه يتغدى. بقينا اليوم غدا هي هذيك. هذاك السيد كان كاري في شي بلاصه وما لقاش باش يخلص وهما يجريو عليه. حنا عندنا واحد البيت في السطح. قال لي خليه يبقى زعما يعاونك وهادي، خليه يسكن في واحد البيت في السطح. وانا غالبا راجلي ما كيعمرش في الدار. انا صراحه ما عجبنيش الحال. قلت له هذا السيد ما يدخلش للدار كيخدم الله يعاونه. الا بغيتي تعاونيه تعطيه باش يكري دبر راسك. المهم راجلي ما عجبوش الحال، قال لي انسي داري وتبقاي تحكمي فيا. المهم دازت الايام وجات الايام. هذاك السيد ولا كيطلع الفوق لهذاك البيت كيجلس فيه. انا كنطلع ننشر كيقول لي نعاونك ننشر ليك بحال كلا طلعت شي مانطه في الشبكه ثقيله ولادي. كيبقى يعاونني. اليوم غدا راجلي اش غنقول لكم، انا مزوجه بها في الكواعد، يعني ما كاينش شي حاجه اخرى. لحقاش انا كان خاصني ضروري نتستر وضروري خصني فين نكون. لحقاش كما قلت لكم انا عييت بديك مع خوتي وبحال هكا دائما كينهجروني وما كنلقاش اللي ساندني في هاد الدنيا وقبلت على هاد السيد وحتى هو قبل عليا. راجلي مع خاف خوتو وعائلته يبقى ليهم داك الرزق اللي عنده والفلوس اللي بحال هكا، وعنده بزاف لاباس عليه الدار، لاباس عليه عنده الطوموبيل. المهم قال لي انا باغي نطرح عليك واحد الموضوع. قلت له شنو هو؟
قال لي شنو بان لك في الولد اللي معانا؟ قلت له كيفاش شنو بان لي في الولد اللي معانا؟ قلت له علاش هذاك اش دخلو في الهضره، ياك بعيد عليا. هو كيقول له من طلع السيده يعني بقى تعاونوا هذه باش انا ندير الانتباه ديالو. قال لي انا باغي نطرح عليك يعني واحد الموضوع وخصك تقلقي. قلت له لا ما نتقلقش. قال لي شنو بان لك في السيد اللي عندنا في السطح؟ قلت له شنو بان لي فيه؟ قال لي وصافي صافي سكت. فهمتوا؟ هو كان ناوي زعما بغاني انا نحمل باي طريقه باش هذاك الرزق اللي عنده يعني ما يديهش لينا العائله. يعني الرزق اللي عيبقى ديالو كامل لحقاش راجلي عنده عائلته، عنده خوتو الدراري بزاف، عنده خواتاتو البنات بزاف، ماشي معانا ساكنين في العروبيه. قال ما نعرف الا قدر الله يجي واحد النهار يغيب وجهه ويديو لي داكشي كامل، ولكن ما نعرف راجلي زعما فيه خسايل بحال هادو انا ما بقيتش مرتاحه له.